سلام الله عليكم يا رجال وسعد الله صباحكم. قد أنا رايح أنا إلا وبسرت بث عبد الرحمن الأخفش يغلط على أصحابه وفي أمريكا يغلط على أصحابه. أنا أخليكم تشوفوا البث وما قال وبعدين نرد عليه بطريقتنا وبأسلوبنا، ولو أنه ما يستاهل الرد لأنه ناقص وما يستنقص من الناس اللي ناقص، بس نرد عليه. شاهدوا البث وبعدين نتكلم. ما فيش واحد مغترب يدخل امريكا والقاه في ولايه ثانيه عايش قد له 20 سنه، قد له 30 سنه، قد له 5، قد له 7، الا وكل واحد يشكي لي ما فعلوا بها اصحاب بحق نيويورك واحنا يمنيين. ايش من عاقل بس. طبعا اي واحد حيشوف الحين هذا، اي واحد يطلع اول ما تجي تقول له معك عمل من لهجتك من بين انت؟ انت من صنعاء فليش لحقت بعدنا ولا مو اجيتوا ورانا ولا مو سويتوا؟ مش كلامي هذا، انا مسؤول عليه. انا عارف ان انا في فيسبوك وانهم حيسمعوه ويشوفوه الكل، لكن هذا الواقع. هذا ايش من جنان يخلون لهم حالهم بس. وطبعا اي بعضهم صاحب تعز منبوذ، وصاحب صنعاء منبوذ، وصاحب مارب منبوذ، وصاحب البيضاء منبوذ، وصاحب عدن منبوذ، وصاحب اللحج منبوذ، على اساس ان البلاد هذا خلص خصصها الله لاصحاب بس لاصحاب الشعر وحدهم، وكلهم شياطين. ولكن في جهل الغرض انه بتعملوا جاليه من اجل ايش؟ الجاليه ايش تشتوا من الجاليه؟ طبعا شفتوا البث حقه، شفتوا بث الناقص الشوتري، يعني مجرد شوتري كان بصنعاء، يعني مثلك مثل الرقاصة الذي بالمراقص تسرح وترجع وتحزب بريالي وانت ب10,000 ريال وخلوك بعقيق طول الليل وانت تصيح بكل صوتك. أول شيء أكرموك أصحاب الشعر هذا اللي انت استنقصت من كلامهم ومن لهجتهم، كرموه ودولك وضيفوه وسكنوه ودعموه في أمريكا. وبعد ما يعني شبعت رجعت تقبح لهم. يعني يقول لك إذا كرمت الكريم ملكته وإذا كرمت اللئيم تمردا. يعني انت إنسان لئيم وناقص وإنسان شوتري، ما تستاهل ان احنا نرد عليك ولا نتكلم عليك ولا نقول لك، ولا يعني انت طالع مقصود قصد علشان تفعل لك زوبة اعلامية مثل بقية الشواتري علشان نرد عليك. لا، بس احنا نطلع نعرفك ان يعني كلامك فيه نقص من الرجولة. اول شيء انك تستنقص من لهجة الرجال. ثاني شيء انك تحرض على يعني ابناء جلدتك، يعني تحرض أبناء البيضاء وأبناء صنعاء وأبناء مارب وذنا إن أصحاب مدري إيش يفعلوا بهم وإنهم ما يشترونش معهم. هذه غربة مفتوحة للناس جمعة، لا أنا ولا أنت ولا أي يمني يقدر يمشي أخوه أو يضايق أخوه أو يفعل بأخوه شيء في الغربة. ما حدا يقدر، قسما بالله ما تقدر. نافع إن كلنا مغتربين في دول نظام وقانون، ما تقدر تفعل بصاحبك شيء. بس انت يوم انت ناقص جاي تحرض على أصحابك، يعني إنسان تافه. طيب انت ايش وداك أمريكا؟ قال له يجلس لك في صنعاء شوتر لك من مخيم لا مخيم. ايش وداك أمريكا؟ ليش صرت أمريكا؟ يعني ما صرت تفعل. دحين البعض يقولوا يعني أصحاب الشعر هم اللي يودوه، هم اللي دخلوا أمريكا، هم الذي استقبلوه، هم اللي جابوه. يعني تجازيهم هذا الجزاء لأنهم استقبلوا، لأنهم دعموك في أمريكا. أنا ما أنش جاي يعني أرد عليك أو أقول لك إحنا وإحنا وإحنا وإحنا، لأنه أنت إنسان ناقص ما تستاهل إن أنا أرد عليك. إذا أنت بمقام الرجال ومكانة الرجال تستحق من يرد عليك، صح. أما أنت إنسان ناقص وشوتري وإنسان تافه، من كلامك تافه وناقص وما أنت رجال. اضبطوه. أينو من يضبط لكم هذا التافه هذا والشوتري هذا ابن الشوتري.
أنا أعتذر أنا إذا كان هذا أخو الفنان صلاح الأخفشي، أنا أعتذر منه، من الأخ صلاح الأخفش، لأنه يعني هذا ما يمثلهم والله، ولا وردنا يعني على هذا التافه. تحياتي لكم.